الصورة دي جات لي امبارح من ام لسه والدة، والبيبي مش عارف يلتقم ويرضع مباشر، فالام بتعصر صدرها وتديه بالمعلقة. وهي بتعصر بدأت تلاحظ الشكل ده، سائل اصفر شفاف، وده الكوليسترول او لبن السرسوب. والنقط البني دي هي كانت قلقانة منها، وافتكرت ان كده اللبن بايظ وما ينفعش تديه للبيبي. طبعا انا طمنتها وشرحت لها ايه سبب اللون البني اللي في اللبن ده. وخليني اشرح لكم انتوا كمان، علشان لو ام شافت حاجه زي كده وهي بتعصر او بتشفط ما تقلقش، خصوصا الامهات لاول مره واللي اول مره يرضعوا. دي حاجه طبيعيه جدا ممكن تحصل لهم، وهي متلازمه اسمها متلازمه الانابيب الصادئه. ايوه هي اسمها كده، الراستي بايب سيندروم، او متلازمه الانابيب الصادئه. ودي حاجه ممكن تحصل عند الامهات اللي اول مره ترضع، لان القنوات اللبنيه عندهم بتكون بتفتح لاول مره وبتسلك نفسها. الموضوع عامل كده زي ما يكون ماسوره ميه قديمه مقفوله بقالها فتره وبتفتح لاول مره. طيب هل اللبن ده كده مضر للبيبي؟ اطلاقا، اللبن سليم وامن تماما للبيبي، ما فيهوش اي مشكله. والموضوع ده غالبا بيختفي خلال 48 ل 72 ساعه، لما اللبن يبدا يزيد والقنوات تفتح وتتسلك ويتحول للبن صافي. ونطمن انه طبيعي طول ما الام مش حاسه بالم شديد في الثدي، مفيش نزيف صريح من الحلمه، واللون بيخف تدريجيا خلال ايام قليله. طيب امتى نقلق؟ نقلق لو اللون استمر لاكتر من 7 ايام، او اللون بيزيد مش بيقل، او لو في الم او حراره او كتله في الثدي. ساعتها لازم تروحي للدكتور او لاستشاريه الرضاعه فورا. ولو عايزه تعرفي اكتر عن خطوات الرضاعه الطبيعيه الناجحه من اول يوم، تابعي صفحاتنا على كل المنصات، واحجزي مكانك في كورس امومه بلا قلق، علشان تجهزي لرحله الامومه بثقه وهدوء. وخليكي دايما فاكره ان الام الفاهمه بتبقى واثقه وهاديه.